اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يوم جديد ان شاء الله في رمضان، ربنا يعود علينا يا رب الشهر الكريم ده أعوام على أعوام، اللهم أمين، واحنا بخير وبسعادة وهنا، اللهم أمين. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين كده، طلعت قبل ما اطلع ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. وهنخش بقى على الفطار بتاع النهارده. بصوا بقى، انا طلعت الحاجه من الفريزر، طلعت فرخه وطلعت كيلو لحمه مفرومه. انا هعمل وليمه كبيره جدا عن طريق كيلو لحمه مفرومه وفرخه. يلا بقى، احنا هنعمل ايه يا نهى؟ انا زي ما انتوا شايفين كده حطيت اللبن على النار عشان عايزاه يغلي، وجبت في حدود 7 بصلات حلوين كده وقشرتهم معاكم. البصل ده هحتاجه في الاكل بتاع النهارده كله. البصل ده بقى هفرمه في الكبة دلوقتي معاكم، وهحتاجه في الفراخ وهحتاجه في الكفتة وهحتاجه في التعصيق. زي ما انتم شايفين بقى، ده اللبن كان خلاص قرب ان هو يغلي معايا، فحطيت عليه لبن بودرة، ودوبت اللبن البودرة في شوية مية وحطيته في اللبن. انا بحب اعمل البشاميل بتاعي، انا هعمل بشاميل، فبحب اعمل البشاميل بتاعي باللبن البودرة مع الحليب اللي هو الجاموسي العادي. زي ما انتم شايفين بقى، جبت الدقيق ودوبته في شوية مية، وهنزل على اللبن لحد ما البشاميل بتاعي يربط. وده طبعا الربط البشاميل على حسب ما انت بتحبي، في ناس بتحبه يبقى تقيل قوي معاهم، وفي ناس بتحبه يبقى خفيف، انا بحبه وسط ومدي على خفيف شوية، يعني ما يبقاش تقيل قوي. دلوقتي بقى خلاص، انا دلوقتي زي ما انتم شايفين بعمل البشاميل، وبحط في البشاميل شويه ملح وشويه فلفل اسمر ورشه سكر. جربوا كده رشه السكر في البشاميل، بيديها طعم خطير، بيديها تسكيره كده خفيفه قوي. ما بحطش سكر كتير، ده انا بحط يعني اقول لكم ايه، نص معلقه، نص معلقه صغيره مش كبيره. بس بيدوله تسكيره حلوه قوي، بيدي طعم الكريمه كده، بيبقى جبار جبار بمعنى الكلمه. وفي الطاسه التانية اللي انتوا شايفينها دي، حطيت بقى مادة دهنية سواء زيت او سمنة زي ما انتوا عايزين، ونزلت عليها بالبصل علشان عايزة اعمل التعصيج. هعمل زي ما اقول لكم مكرونة بالبشاميل. ادي وصفة عملتها. والمكرونة بشاميل هعملها بنص كيلو لحمة مفرومة. انا بحب فيها المفروم كتير، وبحب فيها البشاميل كتير، وبحب المكرونة تبقى قليلة فيها. وطبعا ده على حسب الرغبة، في ناس بتحب المكرونة تبقى فيها كتير. عموما لما بيبقى المكرونة فيها كتير بتتخرط خرط خرط كاملة. لما بيبقى فيها البشاميل كتير بتبقى جوسي كده وبتبقى خطيرة، انا بحبها بصراحة، بتبقى جوسي خالص كده. وتاني يوم لما بيفيد منك المكرونة بشاميل اللي بتقطعها قطع، لما بيبقى حتى البشاميل اللي فيها كتير بتقطعها قطع كاملة، يعني قطعة كاملة. امال لما بتبقى تقطعيها وهي لسه سخنة، لسه مطلعاها في الفرن وعاملاها مثلا النهاردة، بتبقى جوسي خالص، وتبقى البشاميل كده ايه، مفرفط فيها كده. احساس فظيع مع بقى شويه جبنه موتزاريلا، بيبقى الموضوع في حته تانية خالص، بتبقى عظمه بجد. زي ما انتم شايفين بقى، حطيت اللحمه المفرومه ده نص كيلو وهعصجه. وجبت بقى بقيه البصله، جبت في حدود بصلايه كده تانية صغيره مش كبيره قوي، وحطيت فيها ملح وفلفل اسمر. وهجيب فرخه بلدي، دي تربيه بيتي، فانا بحب الفراخ اللي تربيه البيتي، ادعكها كده بالبصله اللي فيها شويه بهارات لحمه او بهارات فراخ وفلفل اسمر وشويه ملح. لو عندك شويه زبيب حطي، انا كان عندي زبيب بس بصراحه نسيت احط فيها شويه زبيب. دي اسمها مرتة دمياطي. بجد بتبقى حلوه قوي في الفراخ البلدي، خصوصا التربيه البيتي او البط. المرتة دي بصراحه بتبقى رهيبه. دعكت بقى الفرخه حلوه قوي قوي بالبصله والبهارات والملح والفلفل الاسمر، دعكتها في الفرخه. ودلوقتي هقوم جايبه الفرخه دي مشوحاها مع حته سمنه وبصلاية مثلا، ورق لوري، حبهان مستكة، وتعملي شوربة ما اقولكيش على طعمها. وطعم الفراخ بتبقى فظيعة، بتبقى شاربة جدا مع البصلاية دي، بتبقى فظيعة بجد. زي ما انتوا شايفين بقى، بحط اهو ورق اللوري والحبهان. وجبت بقى البراد ده انا جايباه مش عشان هنعمل شاي احنا دلوقتي قبل الفطار، لا، البراد ده جايباه علشان خاطر احط فيه ميه، علشان عايزاه كوبايه ميه مغليه كده للفول الصويا. عايزه انقعه علشان عايزه اعمل شويه كفته ما اقولكوش عظمه، شويه كفته هتشوفوا طريقتها فظيعه.
وبأقل الكمية بتاعت اللحمة هتعمل معاكي كمية محترمة جدا بسبب الفول الصويا. زي ما انتم شايفين بقى دلوقتي بشوح الفرخة، وحطيت فيها ورق لوري، وحطيت فيها حبهان، وحطيت فيها مستكة، وهحط لها المية بتاعتها، وهسيب الفرخة بقى تستوي. عايز تحطي مية مغلية حطي. وهسيب الفرخة بقى مع نفسها كده تستوي مع نفسها. فراخ مسلوقة بس ما اقولكوش على ريحتها بجد. البصلاية بتوديها في حتة تانية خالص. حتى لو فراخ بيضة او فراخ اللي هي الحمرا العادية، اعملوا لها البصلاية المبشورة دي بتبقى فظيعة بجد. كده بقى كنا خلاص، البشاميل اللي كانت جهزت معايا، والتعصيق كان جاهز معايا، والمكرونه كمان كنت سلقتها بس انا سلقتهاش معاكم. طبعا المكرونه سهله يعني سلقها سهل. هعمل بقى الطبقات بتاعه البشاميل. حطيت الطبقه الاول بتاعه البشاميل، وبعدين المكرونه، وحطيت طبقه تانية بتاعه البشاميل اللي بحب لكم، زي ما بقول لكم بحبها جوسي جدا. وحطيت اللحمه المفرومه، وهحط جبنه موتزاريلا، وبعدين بردك بشاميل مكرونه، وهكذا. بس اخر طبقه بقى في البشاميل بفقش بيضه كده، واحط عليها شويه ملح وفلفل اسمر، وبفردها كده على وش الصينيه، وعليها جبنه موتزاريلا، وتدخليها الفرن. يا سلام على طعمها، بتبقى جوسي جدا ورهيبه. طبعا جوسي ده عن طريق البشاميل. انا بحب البشاميل بتاعي زي ما انتم شايفين سمكه كده، ما بين الجامد قوي وبين اللي هو السايب، وسط. ومني بطلعها من الفرن على طول وبقطعها، فبتبقى جوسي جدا جدا، والطعم بقى حكاية حكاية حكاية. اخر شوية بشاميل بقى هحطهم على الوش، وهروح اجيب بيضاية زي ما انا بقول لكم كده، هفقشها وعليها ملح وفلفل اسمر، وهفرشها على الوش كله بتاع صينية البشاميل. يا سلام، عظمة بجد، بتبقى عظمة. ملح وفلفل اسمر، مش عايز تحط ملح براحتك. وهفردها اهوت، وعلى الوش بقى شوية جبنة موتزاريلا، وتدخليها الفرن. هي كل حاجة مستوية فيها، فأنا ما بحطهاش في الفرن كتير يعني. ممكن في الفرن ربع ساعة كده بالكتير، وبقوم مشغلة عليها الشواية عشان بس تاخد وش. فبتبقى رهيبة رهيبة بجد. زي ما انتوا شايفين بقى بحط آخر طبقة اللي هي الجبنة الموتزاريلا، وهدخلها الفرن. دلوقتي بقى انا هعمل الكفتة. جبت بقى فول صويا، في حدود قولوا كوباية فول صويا، وحطيت فيها شوية مية مغلية، وهسيبهم شوية كده مع نفسهم. وهجيب دلوقتي نص لحمة مفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة، وهحط بقى هكون هصفيت الفويل الصويا، هحطها معاها مع اللحمة المفرومة. وهحط بصل مجفف. البصل المجفف ده أنا بجيبه من ماركت مثلا، يكون كبير شوية زي فتح الله او كارفور. معرفش هو كارفور عنده ولا، بس اكيد قسم بهارات ممكن يكون عنده البصل المجفف ده. البصل المجفف ده طعمه فظيع بجد، طعمه رهيب قوي. هجيب اللحمة المفرومة، هحط فيها فول الصويا وبصل مجفف. هحط بصل مجفف في حدود معلقة كده كبيرة بين البصل المجفف، وهحط بصلاية بس. طبعا هصفي البصلاية بتاعتها من المية، وهحط ملح، وهحط فلفل اسمر، وهحط بهارات اللحمة. هحط شوية قرفة صغيرين، هحط شوية جنزبيل صغيرين زي ما انتم شايفين كده. بصفي المية بتاعت البصلة، وهحط ايه تاني من البهارات، وشوية ملح طبعا اساسي. آه، وهبدأ بقى ان انا ادعكهم كلهم مع بعضهم كده. انا كنت خلاص صفيت الفول الصويا وحطيته مع اللحمه اهو زي ما انتم شايفين. وهحط البصل المجفف، طعمها بجد رهيب. البهارات دي بقى، دي بهارات اسمها ايه يا ربي، مش فاكره اسمها دلوقتي. بهارات حلوه قوي، هفتكر لكم اسمها باذن الله. اسمها بابونج باين، مش فاكره. خولنجان. بهارات بتجيبيها من عند العطار، اسمها خولنجان. جربيها فظيعه. لو دقتيها اصلا طعمها رهيب. خولنجان يا جماعه، جربوه بجد. الخولنجان ده انا جايبه ب5 جنيه بس، اداني كميه هي صغيره شويه، قلت اما اجربه. لو لقيته حلو هبقى اجيب كميه كبيره بقى عندي. فلقيت طعمه بقى ما اقولكوش رهيب الخولنجان ده. خولنجان زي ما بقول لكم كده.
هاتوا كمية حتى بسيطة جربوه، هتلاقوه طعمه حلو قوي وبيودي اي حاجة بتعمليها في حتة تانية خالص. زي ما انتم شايفين بقى هبدأ بقى ان انا ادعك كله مع بعضه وادخل البصل مع الفول الصويا مع اللحمة، وهبدأ ان انا اصبحهم. انا جايبة الخلة بتاعت الشيش، نقعها في شوية مية عشان ما يتحرقش منك. وهبدأ بقى ان انا اصبع الكفتة بتاعتي. وبعد ما اصبعها انا عايزه، لو انت عايزه تحطي الكفته بتاعتك قبل ما تصبعيها في التلاجة عشان تشمع مفيش مشاكل. انا ما كانش عندي وقت فبصراحه صبعتهم وبعدين حطيت الصينيه كلها في التلاجة عندي عشان تشمع. فزي ما انتم شايفين بقى هصبعهم، وبعد ما اصبعهم هحطها بس في التلاجة عندي ايه قولوا نص ساعه كده بالكتير تشمع معايا، وبعد كده هقوم حطها في الفرن. وخلاص المكرونه بالبشاميل بتاعتي بردك في الفرن، والفراخ زمانها استوت، والكفتة خلاص بصبعها اهوت. مش هتاخد حاجة برضك في الفرن. وهعمل بقى شوية طبيخ كده بطاطس. انا طبيخ البطاطس انا تلاقوني في رمضان اكترية اكل هيبقى طبيخ، لان بصراحة كنا بنحب الطبيخ. بيبقى يعني غموس كده حلو. عندي جوزي بصراحة بيحب الطبيخ جدا في الفطار، يعني اي فطار يبقى فيه طبيخ بيحبه اكتر. هعمل زي ما بقول لكم كده طبيخ بطاطس، وهعمل شوية رز صغيرين. وده فطاري بتاع النهارده. انتوا برضك انزلوا في الكومنتات كده قولولي فطاركوا ايه النهارده. شوفوا نص كيلو لحمه مع الفول الصويا عمل حبه حلوين ازاي من الكفته. وما شاء الله كفتيايه ايه محترمه، يعني كفتيايه محترمه. زي ما بقول لكم بقى عملت شويه رز كده صغيرين. ودلوقتي بقى حان وقت الطبيخ، هعمل بقى شويه طبيخ بطاطس عسل عسل عسل. جبت بقى الحله حطيت فيها حته سمنه، وهنزل عليها ببصلايه وفصين من الثوم ومعلقة صلصة مفرزة وعصير طماطم. وهسيبهم لما يتسبكوا خالص. وبعدين بعد ما يتسبك التسبيكة بتاعتي خالص هقوم نازلة عليها بالبطاطس المتقطعة، وبعدين الشوربة، ويبقى أحلى بطاطس طبيخ. طبعا الملح والفلفل الأسمر بتوعك. الطبيخ طبعا سهل وبسيط ومفيش فيه أي افتكاسة يعني. في ناس بتحبه تعمله من غير توم، وفي ناس بتحب تعمله برضك من غير بصل، اللي يريحك. انا بصراحه بحب احط البصل بتاعي والثوم بتاعي. ده فصين توم صغيرين خالص. عايز تحطي بقى رشه سكر مع الصلصه يا ريت علشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. انا عن نفسي بحط شويه صلصه شويه قصدي سكر كده صغيرين. انا مش هكمل معاكم الطبيخ بتاع البطاطس لانه سهل يعني مفيش فيه اي حاجه، فعملته كده مع نفسي. بس زي ما بقول لكم الطريقه، البصلايه بشوحها مع حته سمنه، وبنزل عليها بالثومه مع معلقه صلصه كده مفرزه مع عصير الطماطم، وبسيبهم لما يتسبكوا. وبعدين بنزل عليها بالبطاطس والشوربه بتاعتي، واسيبهم بقى لما البطاطس بتاعتي تستوي. طبعا الطبيخ يعتبر كله ما دام هتعملي طبيخ بتسبيكه بيبقى اكتريته شوك لبعضه، يعني نفس المكونات، سواء باميه بقى، بسله، ايه تاني، في ناس بتعمل القلقاس برضك بالصلصه الحمراء، بس في ناس بتحبه وفي ناس مش قوي. زي ما انتم شايفين بقى حطيت اهوت الصلصه. انا بحب صلصه بيست قوي، بحس ان طعمها حلو حتى في المكرونات بتبقى طعمها جميل جدا. هشوح بقى الصلصه المفرزه ديت اللي بتيجي من بره، هشوحها مع البصلايه مع التوميه. وبعدين بقى نزلت عليهم اهوت بعصير الطماطم، هسيبهم بس يسبكوا تسبيكه حلوه كده يبقى ريحتها فظيعه. وزي ما بقول لكم ده منظر بقى الطبيخ في الاخر اهوت زي ما انتم شايفين، وده منظر السفره بتاعتي. اتمنى يكون عجبتكم، اتمنى ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب.